اسبانيا سحقق اليورو على حساب منتخب انجلترا، والسبب راح تعرفوه بهذا الفيديو. بدور مجموعات وقع منتخب اسبانيا في مجموعه الموت، منتخب ايطاليا، منتخب كرواتيا، منتخب البانيا، لكن مع هيك حقق 9 نقاط من اصل 9 نقاط. اما منتخب انجلترا وقع في مجموعه متوسطه، منتخب صربيا، منتخب الدنمارك، منتخب سلوفينيا، حقق 5 نقاط من اصل 9 نقاط. بدور المجموعات منتخب اسبانيا اقوى. بالدور 16 منتخب اسبانيا فاز 4-1، اما منتخب انجلترا فاز 2-1 على منتخب سلوفاكيا. منتخب سلوفاكيا يعد ليس قوي جدا، فريق متوسط. اما منتخب جورجيا فريق واقع جدا ومنتخب رائع جدا وهزم البرتغال، لكن مع هيك منتخب اسبانيا فاز 4-1. بدور ربع النهائي منتخب اسبانيا لعب امام منتخب المانيا الراعي الرسمي للبطوله، لكن مع هيك فاز 2-1 لكن بصعوبه، لكن كان باقتناع. اما منتخب انجلترا امام منتخب سويسرا فاز بركلات الترجيح، لولا حارسهم لكان خارج البطوله. دور النهائي منتخب اسبانيا امام منتخب فرنسا فازت باقتناع عن طريق لامين يامال بهدفين رائعين، لامين يامال واولمو بهدفين لواحد بعد ريمونتادا ب3 دقائق. اما منتخب انجلترا